بيقول لك لعيبه بالملايين واحنا مش لاقيين. عمال الاهلي بتستغيث في الوقت اللي الخطيب بيقول لك احنا نادي المبادئ، ويجيب لعيبه بتشتم النادي الاهلي وبيسرق لعيبه من انديه تانية وبيعمل مؤامرات على كل الانديه وخصوصا على نادي الزمالك عشان يمشي اللعيبه وعشان يوقع الزمالك في مشاكل. بس احنا نادي عندنا مبادئ، احنا نادي الاخلاق والكل لازم يتعلم مننا. طب عمال الاهلي بتستغيث، يعني متابع اهلاوي محترم بعت لي وزعلان عشان امبارح قلت عمال الاهلي بتستغيث، وقال لي مفيش حاجة اسمها عمال الاهلي بتستغيث، الناس بتقبض مرتباتها وهم ارتضوا بالامر، مش زي نادي الزمالك اللي ما بيدفعش فلوس لنادي الزمالك. عزيزي الاهلاوي وعزيزي الزملكاوي، نادي الزمالك الدنيا كلها عارفة ان هو عنده ازمات مالية ومش لاقي اصلا ياكلوا نفسهم، مش يدفعوا مرتبات. فطبيعي ان العمال ما بياخدوش مرتباتهم، ودي مش حاجة حلوة، دي حاجة ضد نادي الزمالك وخطأ كبير ضد نادي الزمالك ان العمال اللي عندك واللعيبة ما بتاخدش حقوقها. اما نادي الوطنية ونادي الاخلاق ونادي المبادئ اللي طلع كابتن محمود الخطيب وقال لك انا الميزانية بتاعتي 8 مليار جنيه والخزنة عندي مليئة بالملايين، لما يطلع العمال عندك يعملوا وقفة احتجاجية وهم مبلغينك ليهم فترة ان هم بيطالبوا بزيادة الاجور وبيطالبوك بالحد الادنى للاجور، وبيقول لك احنا بناخد 4000 جنيه وانت ودن من طين ودن من عجين. نسمع كده عشان الناس اللي بتقول فين الاستغاثة، نسمع عمال الاهلي بيقولوا ايه. لعيبه بالملايين واحنا مش لاقيين، لعيبه بالملايين واحنا مش لاقيين، لعيبه بالملايين واحنا مش لاقيين، لعيبه. ايوه حقنا يا بيه، حقنا. زي ما حضرتك سمعت كده بيقول لك لعيبه بالملايين واحنا مش لاقيين. عمال في نادي الاهلي، عمال امن وعمال من كافه الطوائف بيقول لك احنا مش لاقيين، بناخد 4000 جنيه وعندك لعيبه بتاخد ملايين. هي دي مش استغاثه؟ هي دي كده مبادئ واخلاق؟ لما تقول ميزانيتي 8 مليار والعامل عندك في النادي مش عارف يقبض كويس وبتديله 4000 جنيه، دي كده مبادئ؟ دي اخلاق؟ هي دي التربية؟ هو ده اللي انت عايز تعلمه للأندية التانية، ان احنا ناكل حقوق العمال؟ يبقى ما ترجعش تلوم على نادي الزمالك لما يكون متعثر ومزنوق وعنده ديون وتقول ما بيديش اللعيبة حقوقها.